أعراض خشونة مفصل الحوض. لو احنا جينا نتكلم عن الأعراض اللي المريض هيشتكي منها لو هو بيعاني من خشونة في مفصل الحوض، لازم نعرف ان اهم عرض للخشونة هو الوجع اللي بيأثر على الحياة اليومية للمريض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المريض يبقى عنده وجع في المفصل ده وبالتالي مش قادر يؤدي المهام اللي هو كان بيأديها في يومه العادي. يعني مثلا عيان كبير في السن حصل له خشونة، هو كان بينزل يشتري الأكل من الشارع أو بينزل يصلي أو بينزل يعمل مشاوير معينة وبيعتمد على نفسه، قيس فجأة من كتر الوجع اللي بقى موجود عنده في المفصل اللي فيه خشونة، وفي الغالب بتبقى ساعتها الخشونة دخلت فيه المرحلة الثالثة أو المرحلة الرابعة، وبيؤدي إلى إن المريض ده يفضل قاعد في مكانه علشان يتفادى الوجع الناتج عن الحركة. وبعد كده لو الوجع ده استمر وما تعالجش، ساعتها هيبقى عنده وجع أثناء الراحة، يعني وجع في عدم وجود حركة، ودي أقصى درجات الخشونة اللي ممكن المريض يوصل لها. ساعتها المريض بيبقى عنده بين ات ريست، يعني المريض بيشتكي من وجع حتى وهو قاعد مش بيتحرك. وبرضه من الحاجات اللي المريض ممكن يشتكي منها، لكن لازم يبقى المريض ده حاصل له خشونة في ناحية واحدة بس أو ناحية أكتر من ناحية بصورة ملحوظة، لأن الشكوى دي هتكون هو فرق الطول بين الرجل اللي بتعاني من خشونة متقدمة عن الناحية السليمة أو الناحية اللي بتعاني خشونة من الدرجة الأولى أو الثانية. لأنه لما بيحصل خشونة في مفصل الحوض بيحصل قصر في الطول بتاع الطرف اللي بيشتكي منه المريض.